عيسى ديوب مدافع فولهام الإنجليزي بدأ رحلته رسميا مع الأسود بعد دعوة من المدرب محمد وهبي. لعب أول مباريتين له في نهاية شهر مارس ضد الإكوادور ثم الباراغواي، وقدم أداء قويا وصلبا جعل الجميع يتفائل بمستقبله مع المنتخب قبل كأس العالم 2026. مستشار عيسى ديوب صرح لبرنامج روندو تي بأن اللاعب تفاجأ من شدة إحساسه والمشاعر التي انفجرت داخله، وقال له حرفيا: عندما ترتدي قميص المنتخب الوطني المغربي الأمر مختلف تماما، تشعر بشيء غريب وعميق لم تكن تتخيله. لحظة سماع النشيد الوطني المغربي ورؤية الجمهور المغربي يهتز في المدرجات جعلت عيسى يشعر ببعد آخر للانتماء كإنسان قبل أن يكون لاعب. في الماضي كان المسار الطبيعي لعيسى هو منتخب فرنسا لأنه ولد وتكون هناك ولعب في كل الفئات السنية من الناشئين حتى الشباب. كان يرى أن الوصول للمنتخب الفرنسي الأول هو الخطوة المنطقية، لكن الوقت يمر والارتباط بالمغرب كان دائما موجودا في قلبي. عيسى يزور المغرب باستمرار بفضل والدته ويحب المغرب كثيرا، ومع إصرار فوزي لقجع ومدرب محمد وهبي اقتنع بالمشروع الرياضي المغربي وقرر أن يختار المغرب. لم يكن يبحث فقط عن فرصة للعب في المونديال، بل اختار وطنا يحبه ويقدر العمل الضخم الذي يقوم به. اليوم عيسى ديوب يبدأ صفحة جديدة، والسيناريو الذي كان يرى بعيدا أصبح حقيقة. هل يصبح ديوب الصخرة الجديدة التي يعتمد عليها الأسود في مونديال 2026؟ تابعونا وشكرا.